بدر بنون، اهلا وسهلا بك مره اخرى. صحيح انتهت الرحله في المركز الرابع، لكن شرفتم كل المغاربه والجميع سعداء بما حققتم. هل انتم راضون على هذا المركز الرابع ام كنتم تتمنون اكثر واحسن؟ لا، احنا كنا كنتمناو اولا اننا نلعبوا النهائي والفوز باللقب. لما لا؟ نظرا للمستوى الكبير اللي ظهر به المنتخب المغربي. اليوم دخلنا المقابلة على هدف واحد، هو إحراز ميدالية اللي نقدروا نفتخروا بها السنوات الجاية مع وليداتنا، مع الشعب ديالنا، مع سيدنا الله ينصرو. كنا بغينا نهديو هذه الجائزة، ولكن كنظن بأن بداية ديال المقابلة اليوم ما بديناش مزيان على غير العادة. ولكن الحمد لله، حتى واحد ما كان كيتوقع ان المنتخب المغربي غادي يبدا البطولة من الأول ديالها وغادي يمشي حتى لآخر يوم ديال البطولة. كنظن هادشي اللي درنا انجاز اللي هو كبير. الان ما باقي ما حسيتش بهذا الشيء اللي درناه، ولكن من بعد اسبوع ولا شهر ولا سنه كنظن بان الكل غادي يتذكر، ولا بعد سنوات طويله الكل غادي يتذكر هذا الانجاز الكبير اللي داروا المنتخب المغربي. كنظن بان ماشي سهل على اي منتخب عربي في كؤوس العالم الجايه على انه يكون في مقابله ديال الترتيب ولا النهائي. حنا كنا قاب قوسين اننا نمثلوا العرب والافارقه. ما بغيش ننسى على انني نشكر جميع الشعب العربي اللي كان دائما في ظهرنا، الجمهور الافريقي، ولكن الشكر الكبير للجماعه المغربيه اللي كانت متواجده هنا في قطر ولا في جميع انحاء العالم. كنا كنشوفوا لي 4 شهور ولا هذا كنت كنفكر انني نحبس الكره. الشكر الكبير كيرجع لهذا السيد اللي كان اللي خلاني واحد من بينات الابطال اليوم اللي اليوم كيشرفوا الرايه ديال المنتخب الوطني. دازت من فتره صعيبه، ولكن ربي دائما كيعاودك بشي حاجه اللي مزيانه. الايمان ديال ربي كان كبير، والدور ديال العائله ديالي الكبيره ولا الزوجه ديالي كان مهم في واحد المصير. انا اليوم اكثر انسان سعيد لانني دخلت التاريخ ديال اللاعبين ديال المنتخب المغربي. كنبغي نشكر اي واحد وقف معايا في هذيك الفتره، لانني كنت محتاج سافري، لانك ماشي ساهل كتنعس بالليل كتفكر واش غدا غادي تصبح تشوف ولدك ولا لا. هادشي كنت كنعيش، ولكن حتى واحد ما قدرت نقوله ليه، حتى الناس اللي قراب ليا، مراتي ولادي. ولكن ربي كبير الحمد لله. انا اليوم كنتزوج مع بلادي، شرف لي انني اليوم من بين هذا الجيل الرائع. كنبغي نشكر كل واحد ساهم في هذا الانجاز الكبير، لاعبين، ستاف، جامعه، سيدنا الله ينصرو اللي كان دائما على اتصال بالمنتخب الوطني. والحمد لله فخورين بكم، فخورين. يخليك خويا عمي. شكرا ما نساوش شكرا لدولة قطر على هذا التنظيم الكبير الصراحه اللي شرف كل العرب. ملاعب في المستوى، اماكن اللي ممكن يروح لها الناس اللي استمتعوا، اللي كانوا واخدين واحد النظره خايبه على قطر. اليوم كنظن بان الكل غير رايه. احنا كنفتخروا بان احسن كاس العالم داز.